نخرجوا ليها نيشان إخواني أخواتي، نخرجوا ليها نيشان. نور زينو ليس شخصا، شكون واضحين. نور زينو كان عملية استخباراتية. هذه الهضرة صعيبة شي شوية. نور زينو كان عملية استخباراتية قادتها المخابرات المغربية بكل نجاح. كذا مناسبة خرج ولد فاتي قدام الكاميرا كيعلن لينا بكل ثقة مصطنعة على أنه عميل شبه عميل مسخر ديال المخابرات المغربية. في نفس الوقت عايش لنا في ميريكان، خدام، حاضر في فيديوهات، كيترتر لنا بزاف اكثر ما كيسكت، وفي المشهد اللي ما كيعطيش داك الاحساس ديال الخطوره على اللي هو باغي يبيع الناس. بالعكس كيبان من الاول على انه كاين واحد التناقض كبير ما بين الصوره اللي كيرسمها لراسو وما بين الطبيعه الحقيقيه ديال العالم اللي هو كيدعي الانتماء ليه. لحقاش الاجهزه السريه كتبني قوتها على الاختفاء، هو كيبني شخصيته على اظهار مبان، وهما كيتحركوا في سكات، وهو كيتنفس بالاستعراض والترتره والنفيخ ديال انا بوكسور سمعوا ليا لونطريما صباح وعشيه. وهنا السخريه ما كتجيش من السبه ولا من المبالغه، لا كتجي غير من التناقض بحد ذاته. راجل باغي يبان على انه راجل ظل، ولكن ما مرتاحش الا كان تحت من الضوء شي شويه. الله العلي العظيم والذي نفسي بيده، الى عندي تسجيل انا كنقولها لكم، نتوما المغاربه كتعرفوني ما كنخافش، والله الا عندي واحد تسجيل سيقلب المغرب راسا على عقب. اللي مخلي هاد الناراتيف كما مسمينها شي ناس كيفقد الوزن ديالو هو انه الادعاء ماشيش محمول على هيبه حقيقيه، ولكن على واحد الجو ديال التمثيل الثقيل. كاين النمره بالمحسوبه، كاين الوقوف ديال ردوا البال معايا، وكاين حتى هذيك الايحاء المقصود بان الراجل عارف امور ما كيقدرش يقولها كامله، ولكن ملي كيتعاود هذا الاسلوب بزاف كيبدا كيبان بكل وضوح على انه ماشي غموض طبيعي ولكن غموض مصطنع، ماشي واحد عنده العمق ولكن كيخبي، بحال واحد ما عندوش ما يثبت وكيعوضوا بواحد الهاله. الفرق ما بين الجوج كبير وكبير بزاف. الاول كتحس من غير ما يشرح راسه، والثاني كيبقى اسير ديال الشرح والاشاره واللمحه، لحقاش عارف بانه الصوره الا ما تعاوداتش كتفرتك. عناق حار دولة هاشمية ولد هاشمية هو تيقتل الطوبة، كيدير الديكسيونير في الخرجة وكيقتل الطوبة تعود الهاشمية. السوشيال ميديا تستاهل الواحد يختار راسو لاقه اكبر من الحجم ديالو، بحال يعني فرميه شمكار. شي وحدين كيلبسوا الثوب ديال المحلل، شي وحدين كيلبسوا الثوب ديال المناضل، شي وحدين كيلقاو لك انه افضل قناع هو ذاك الرجل المخابرات والرجل الغموض. علاش؟ لقاش هذه الكلمه فيها واحد الجاهزيه ديال الهيبه عند الناس اللي ما كيدققوش، كتخلي السمع كيتردد، والتردد حتى هو راه بالضبط هذاك الشيء اللي كيتغدى منه هذا النوع ديال الشخصيات. ما كيعطيش الحجه، كيعطيك واحد الاحساس، ما كيقنعكش بالدليل، ديما كيجرب يرهبك بالجو. وفاش كتولي الكلمه براسها خدامه اكثر من المضمون كتعرف باللي المشروع كامل مبني على الانطباع ماشي على الحقيقه. والله لا تقول لي عصام نضحك، نقول لكم عصام نضحك. دابا ما هي الفرقه الوطنيه، ما بغيتش الضوء باش ما هي الفرقه الوطنيه عاد خرجت. وفاش كيحاول شي واحد ولا شي وحده يرقعوا القصه ويبداو يقولوا لك راه ممكن داز من شي محيط امني ولا عرف ناس ولا كان قريب من شي ملفات، حتى هذا الاحتمال هذا راه ما كيبدلش الجوهر ديال المساله، حيت كاين فرق شاسع ما بين شي احتكاك عابر مع موضوع وما بين بناء هويه كامله على اساس انني راجل ديال الاسرار. عشان الملك سهله تقولها بالفم ولكن صعيب تطبقها قدام ارض الواقع. اقولوا يا ولاد القحال، اقولوا يا ولاد المجلجه تسبوني انا بزامل وانتم اللي حاكمكم زامل يا ولاد القحال. واش هذه ما بغيتش هذه ما فهمتهاش انا. هو عايش بك ولا بيك، هو كون يهبط غير الميزانيه اللي عنده 7 ملياردير في العالم. كثير من الناس كيوقعوا في هاد الفخ هذا كما كيسميوه ديال التضخيم ديال الذات. من المعلومه صغيره كيبينوا لك واحد الروايه من حضور عادي، كيبداو يبينوا لك واحد البطوله، ومن شي قرب هامشي بسيط كيبداو ينسجوا لك واحد المركزيه كامله، ومع الوقت
كيولي الواحد ماشي غير كيكذب على الناس، كيبدا حتى هو كيستهلك القصه ديالو وكيتيق فيها. هادشي خطر. انا نبغي السلسله القضاء القضاء هذه ديالي، هذه كنجلس على القضاء ديال النووي ديال الداخل. خطر على المجتمع لحقاش هذا النوع هذا ماشي كيبني واحد الشخصيه ديال الوهم، كيحول الادعاء من واحد لوتيل ديال السبوباج وديال العنطازه لواحد الشخصيه كامله كيتخبى فيها بنادم من الفراغ ديالو. خذ هذه مني. مازال غادي تشوف الزروالي ومحمد تحفه بجوجهم غادي يشدوا وسام الملكي. المنطق بسيط، اللي ما محتاجش لا خبره في الاستخبارات لا معرفه بالقوانين هو كافي باش يرد لك على هذا المشهد هذا كامل ويرجعوا للاصل ديالو. ميريكان شي واحد الارض رخوه كتخلي اي واحد يتحرك لك فيها باسم جهاز اجنبي ويزيد يعرعر في السوشيال ميديا بهذا الشيء بكل راحه ديالو. هذه النقطه هذه بوحدها كافيه باش الواحد يفهم باللي كاين هنايا ماشي سريه خطيره ولكن مبالغه فادحه، لحقاش اللي بصح عنده علاقه بحقيقيه بالعالم ديال هذا النوع هذا اخر حاجه كيفكر فيها هي يحول راسو للمحتوى، ماشي حيت متواضع ولكن حيت الطبيعه ديال اللعبه براسها ضد هذا الشكل هذا ديال الابيرنس. مني كتولي الابيرنس هي الليتيل الاولى كيبان بني القضيه شويه قرب لبناء الصوره من كونانه ديال الريفليكسيون ديال واحد الوضع اللي هو ريال. ود فاتي ماشي رجل اجهزه، لا هو رجل مولوع بالصوره ديال رجل الاجهزه، ماشي واحد عنده نفوذ ولكن واحد عنده خيال على النفوذ، ماشي واحد كيحس بالثقه من الموقع ديالو ولكن واحد الانسان كيبذل واحد المجهود كونتينيوس باش على انه يقنع الناس على انه عنده موقع. واللي عنده الموقع بصح راه ما كيشرحوش بالطريقه، ما كيبقاش كل مره كيبني الدخول المسرحي ديالو اللي هو ديالو كيبقى بتكرار باش تجر شويه ديال الحمار، وما كيحتاج شويه يعاود على انه الناس نفس الاحساس بالثقل باش يبقى حاضر في البال ديالهم. القوه ديال بصح كتفرض راسها، اما القوه ديال المخيله الهرطاويه ديالها كديما باغا الاعتراف بها. من هنا كيبان لك واحد الفرق اللي هو عنده وزن ديالو، ماشي الثقل، عنده وزن ديالو، واللي هو غير كيطلب من الناس يتعاملوا معاه وكانه عنده وزن. راه المديمي ناكلين من الاخر. ودفاتي واحد باغي يلبس الهيبه ديال الدوله فوق من الجلده ديالو، هو ما بقاتش يهزها، كيبان بحال بنادم لابس كوستيم كبر من المقاس ديالو وكيتخيل ليه راسو راه بالمظهر راه غادي يبدل المضمون. ولكن المشكل ان اللباس الا كان كبير بزاف راه ما كيغطيش على النقص، كيعريه، وكل مره كيحاول يزيد يتقل الشخصيه ديالو بهذيك النبره ولا بالايحاء ولا بالغموض، راه كل مره كيزيد يفضح على انها شخصيه مصطنعه ماشي حاله طبيعيه. لهذا الشيء خصنا نفهموا حاجه واحده، اللي بصح خدام في العالم ديال السريه راه كيتفادى الضوء وهذا كيقلب عليه، اللي بصح عنده ما يخبيه راه كيدفنو وهذا راه كيسوق عليه، واللي بصح خطير راه ما كيقولهاش، لان الخطوره ما عمرها ما كانت محتاجه ترجمان ولا فيغوره. هنا كيتقلب المشهد كامل من محاوله ترهيب الماده ديال الطنز، ماشي لحقاش الادعاء كبير ولكن تناقض كبر منه. شعبكم يشات المختار مح على لوبيو.